جسمي كله اتصلب لما شفت وشه. كان عبارة عن وش كأنه بيتحنط، وعينين ما فيهاش عينين أساسا، متشالة من المكان بتاعها يعتبر، ومش شايف بسبب الدم اللي سايل من مكان عينيه. ايه ملهمين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بجد. اتمنى انكم تكونوا قدرتوا تكملوا قصة الشقة المسكونة. والنهاردة انا جايلك في يوم غريب عليكم، بس احب اقول لكم ان دي سلسلة جديدة واسمها حكاوي الاتنين، واللي هتكون كل يوم اتنين وكده. هبقى معاكم كل اتنين وخميس. انا بشكر كل اخواتي اللي دعموني بكومنت حلو زي ده، وشكرا ليكم بجد يا ملهمين. ولو عندك اي قصة ملهم منك ليه حابب تشاركها معايا، تقدر تبعتها لي هنا. وعشان ما اطولش عليك، جمد قلبك وحضر قهوتك واقعد في ركن الأوضة وطفي النور، عشان انت الآن في حكاوي الاتنين. وبسم الله نبدأ. هو مش المفروض ان الجن والعفاريت وكده بيتسلسلوا في رمضان عشان يترد عليا؟ الشياطين بس اللي بيتسلسلوا في رمضان، لكن الباقي موجودين عادي. بس بتسأل ليه؟ السؤال ده اضطريت اسأله لعصام صاحبي بعد الموضوع الغريب اللي بقى يحصل لي بقاله فترة، وإجابته زودت مخاوفي أكتر. الموضوع ببساطة إن إحنا عندنا شقة مهجورة في العمارة اللي أنا ساكن فيها من زمان، تقريبا من ساعة ما اتولدت والشقة دي مقفولة. سمعت قصص كتير عليها، ما كانش بيحصل معايا أي حاجة غريبة فيها، فكنت بسمع من الودن دي وأطلع من التانية. لحد الفترة الأخيرة كنت كل ما أعدي من على الشقة وأنا طالع، واللي موجودة في الدور التالت تحديدا، بسمع صوت جواها. أيوة، صوت راجل كبير بيعيط بألم شديد، مش ألم جسدي، لا ألم نفسي. وقدرت أحدد كل ده من الصوت في ثواني معدودة حرفيا. لأن الصوت كان بيبقى واضح بطريقة غريبة. في الأول كنت بقول يمكن الشقة اللي جنبها، ما هي فيها ناس ساكنة، بس الغريب إن هم سافروا يومين ورا بعض، وخلال اليومين دول الصوت كان ظاهر برضه. مرضتش أقول لأبويا وأمي عشان ما اسمعش منهم الكلام بتاع أنت كتر القصص الرعب اللي بتسمعها وبتتفرج عليها دماغك لسعت والكلام من النوع ده. بس أنا بقيت أخاف أعدي من قدام الشقة، وبالذات بعد الظاهرة المنتشرة اليومين دول، وهي إن النور بيقطع كتير. ولما كنت بروح بالليل وبعد نص الليل تحديدا وقرب من الشقة وانا ماسك كشاف الموبايل، كنت بحس ان قلبي هيقف. وبالذات اول ما بسمع صوت العياط المعتاد، جسمي كان بيتشل قبل ما اجري من قدام الشقة لفوق زي المجنون. لحد اليوم اللي كنت طالع فيه بالليل، الساعة كانت 1:30 للأسف. النور كان قاطع كالعادة. طلعت درجات السلم ببطء شديد على ضوء الكشاف الموبايل اللي في ايدي، لحد ما وصلت الدور التالت وحسيت اني شفت خيال شخص. بلعت ريقي واقنعت نفسي اني بتخيل، بس لا، انا شايف حد قدام باب الشقة، جسم راجل او شاب، وسامع صوت صادر منه، صوت عياط انا عارفه كويس. بس جسمي اتشل لما لقيته نازل درجات السلم ناحيتي وهو طالع منه صوت العياط ده. كنت بنزل انا كمان بظهري ببطء شديد وهو عمال يقرب مني. انا كل ده مصدر الكشاف في الارض، ومش عايز ولا قادر ارفع واشوف ايه اللي قدامي ده. بس لقيت ايد الشخص اللي مش باين ملامحه دي بتترفع ناحيتي. ساعتها قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين لقيتني بحركة تلقائية بصدر الكشاف ناحية الشخص ده عشان احس ببرودة شديدة في فقرات ظهري من الرعب. جسمي كله اتصلب لما شفت وشه. كان عبارة عن وش كأنه بيتحنط، وعينين ما فيهاش عينين اساسا، متشالة من المكان بتاعها يعتبر، ومش شايف بسبب الدم اللي سايل من مكان عينيه. فضلت مشلول في مكاني لحد ما لقيت جسم الشخص ده اترمى فجأة ناحيتي، وسمعت صوت هبدته على الأرض قبل ما أصرخ وأنزل جري على السلم. طلعت بره العمارة خالص. طبعا بعدها سمعت صوت الأبواب بتتفتح عشان يعرفوا مصدر الصرخة ده إيه. فضلت رامي ودني شوية علشان أشوف حد شاف اللي أنا شفته ولا أنا بس اللي شفته، بس للأسف كانت عبارة عن تساؤلات عن صوت الصرخة وخلاص. فبعدت عشان محدش يعرف إن أنا، وفضلت قاعد في الشارع. وطلعت بعد ما النور جه، طلعت وأنا عمال ابص على الارض حواليا زي المجنون، بس ما كانش في حاجه. فقعدت افكر في اللي انا شفته ده ومش قادر افهم ده عباره عن ايه. وساعتها حرمت اني اطلع العماره والنور قاطع تاني، بس لا تجري الرياح كما تشتهي السفن. كنت طالع والنور العماره شغال عادي جدا. طلعت سلالم الدور التالت وانا
متخوف برضه. كنت واقف قدام الشقة ومش سامع صوت جواها، وفجأة النور قطع. قلبي طلع من مكانه حرفيا. اهدى، مفيش حاجة، مفيش أي حاجة، هتفتح الكشاف وتطلع عادي، ما تقلقش. وساعتها سمعت صوت عياط الراجل، بس ما سمعتهوش من جوه الشقة للأسف، سمعته من ناحية ودني الشمال. اتنفضت من مكاني بسرعة والكشاف وقع من ايدي، وبعدت بسرعة لورا عشان ظهري يلزق في الحيطة اللي ورايا والنور الكشاف يضرب في السقف عشان اشوفه بيقرب ناحيتي. مد ايده بيقرب عليا وعينه بتنزف وصوته مرعب، صوته مرعب حرفيا بجد. ارجوك ارجوك ابعد عني. وهو عمال يقرب. اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايده بقت قدامي بالظبط. انا خايف قوي. قعدت على الارض، غمضت عيني ومستني نهايتي تكون مش مؤلمه وبس. فضلت كتير مستني بس مفيش اي حاجه، مفيش صوت حتى. فتحت عيني لقيت ضوء شديد ضارب في وشي. معقول ضوء الكشاف جامد كده؟ مستحيل. لا، ده باب الشقة اللي كان مفتوح قدامي. واقف قدامه شابة جميلة جدا. ووقفت مكاني علشان الاقيها بتبتسم لي وتقول اتفضلوا اتفضلوا. لا، دي مش بتبتسم لي انا، كان في ناس ورايا وداخلين عشان ابص على الناس دي. كانوا ابويا وامي، ايوه وهم شباب. بس ازاي؟ انا مش فاهم حاجة. دخلت وراهم قبل ما الشابة دي تقفل الباب. لقيتها بتستقبلهم في الصالة بتقول لهم حضراتكم شرفتوني والله. وبابا قال لها ما ينفعش تبقوا جيراننا الوحيدين وما نزوركمش يعني. ابتسمت قبل ما تجيب الكوبايتين العصير وتقول فعلا العمارة فاضية خالص، وكمان انا ببقى زهقانة وانا قاعدة لوحدي واشرف طول اليوم في الشغل. ماما قالت لها ما تقوليش كده، احنا اهل. سمعت صوت عياط الطفل الصغير، فالشابة قالت البيبي شكله صحي، بعد اذنكم ثواني وجايه. ماما قالت لها ما تقوليش كده، احنا اهل. وبمجرد لما دخلت للطفل يا ملهمين لقيت بابا وماما بيطلعوا حاجات من جيوبهم، جوانتيات، سلك معدني. انا مش فاهم اي حاجه. دخلوا الاوضه ورا الشابه، كانت واقفه قدام سرير الطفل. قبل ما يجوا من وراها بابا حط ايده على بقها، وماما لفت السلك المعدني حوالين رقبتها، فضلت تضغط بيه كأنها بتذبحها. الطفل الرضيع كان عمال يبص ناحية أمه ويعيط لحد ما دم البنت غرق المكان وقطعت نفس تماما. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه بعيني ده، مستحيل. أبويا وأمي أخدوا كل حاجة في الشقة من ذهب، مقتنيات غالية وأي شيء ينفع يتباع، وبعدين طلعوا إزازة غريبة ومنديل وفضلوا يمسحوا ويزيلوا كل البصمات اللي ممكن يكونوا سابوها. على الرغم إني لاحظت من ساعة ما دخلوا في البداية كأنهم متعمدين إنهم ما يلمسوش أي حاجة ولا حتى شربوا العصير، وخافوا الكوبايتين وأي أثر ليهم على أي حاجة. سابوا الشقة وخرجوا. أنا فضلت مشلول في مكاني لحد ما لقيت الأب رجع، اللي فضل يصرخ ويبكي بعد ما شاف مراته، عشان ألاقي بابا وماما نازلين جري على صوت عياطه وعاملين مصدومين ومش مصدقين اللي شايفينه. فضلوا يحاولوا يهدوا فيه قبل ما بابا يمسك سماعة التليفون الأرضي، اتصل برقم وبعدين قال لو سمحت كنت عايز أبلغ عن جريمة قتل حصلت هنا. الشرطة جت. أبويا وأمي كانوا أول المشتبهين، بس جابوا مبررات عبقرية وأداء تمثيلي رهيب ينفي صلتهم بالموضوع أساسا. شقتنا اتفتشت طبعا بس مفيش أي حاجة، خفوا كل شيء سرقوه مش عارف إزاي. منطقة مهجورة ما فيهاش شهود لأي حاجة، كل شيء وارد والقضية اتقفلت على كده. كان في أيام وشهور بيعدوا عليا في الشقة كأنهم ثواني كلهم. كان الراجل صاحب الشقة بيعيط ويصرخ على زوجته الفقيدة قبل ما تشوفه بيدخل المطبخ في يوم زي المجانين، جاب سكينة من الدرج رشقها في عينه اليمين وبعدين شالها كأنه فقد عقله وحطها في عينه الشمال. كان لسه بيعيط بس بدل الدموع الدم، وهو بيحاول يوصل لباب الشقة باللمس فتحه ومشي ناحية السلم، وقع قبل ما ينزل على دماغه. وشفت أحداث كتير في الشقة بتصف شيء واحد، إن الشخصين دول مقطوعين من شجرة، مفيش أهل ولا قريب ولا غريب، والطفل الرضيع فقط أبوه وأمه. هنا علشان أشوف أبويا وأمي وهم بيقولوا إحنا هناخد الطفل ده إحنا نربيه. قصدي اللي كنت فاكرهم أبويا وأمي ما كانوش بيخلفوا، طلعوا كمان بالطفل. أنا إزاي ما خدتش بالي كل الفترة دي إن شبه الطفل اللي كنت بشوفه دايما في صوري؟ أنا صحيت وشهقت بصوت عالي عشان ألاقيني مرمي قدام الشقة. طلعت شقتي بسرعة، كان فيها هواجس في دماغي مرعبة أكتر من اللي أنا شفته. دخلت أوضة أبويا، قصدي أوضة الشخصين اللي في الصالة. فتحت درج المكتب اللي كانوا محتفظين فيه
بورق جرايد قديم. كان دايما فعلا بيراودني التساؤل ده، ليه ابويا وامي دايما محتفظين بورق جرايد فيه اخبار جريمه قتل وسرقه؟ قلبت فيه وانا قلبي بيدق بسرعه وعمال اعيط. قريت جمله خلتني مش حاسس بجسمي: وسلاح الجريمه المعتاد هو السلك المعدني. عمر، كان صوت الست اللي كنت فاكرها أمي واقفة قدام باب الأوضة. شافوا دموعي وأنا ماسك الجورنان في إيدي وفهم. عمر، إحنا علشان أرد عليهم وأقول لهم أنا مش هقدر أعمل معاكم حاجة، عشان في الأول وفي الآخر أنتوا اللي ربطوني، وحتى ولو قتلت أبويا وأمي بس أنا آسف، لازم كل الناس دي تاخد حقها. طلعت الموبايل عشان أدوس على رقم النجدة. عمر، اصبر هنفهمك. ألو، ولسه هتكلم حسيت بيه بتشد مني الموبايل. ابعد، الراجل كان بيحاول يكتفني. زقيته: انا هبلغ عنكم، انتوا مش بني ادمين طبيعيين ابدا. مسكني وبرضه كتفني، كان قوي رغم سنه الكبير. لقيت فجأة حاجة بتتلف حوالين رقبتي، سلك معدني. رفعت عيني لقيت الست اللي كنت فاكرها امي كانت بتعيط وهي بتشده. ازاي بعد العمر ده كله؟ حتى لو مش ابنكم انتوا مستحيل تكونوا طبيعيين، انتوا مختلين. انتابتني حالة من الغضب من اللي بيحصل فيا. تغلبت على مشاعر كتير قوي ولقيتني اديت الست بالرجل عشان الدفعة كفيلة تخليها تتخبط في الدولاب وتقع، وبعدين اديت الراجل بالكوع في وشه وبقت تلقائية من الألم. لقيتني بمسك السلك المعدني لفيته حوالين رقبته وفضلت اضغط عليه. كان بيتألم ولقيتها قاعدة قدامي مشلولة بتبص عليه مش مصدقة. النزيف كان متوازي مع أنفاسه اللي كانت اتقطعت تماما. ومسكت السلك اللي كان ملفوف حوالين رقبته وشلته ومشيت ناحيتها بالراحة ولفيته حوالين رقبتها وهي مستسلمة وكانت بتعيط. أنا بعمل ده بس حسيت إن مش أنا اللي بعمل كده، وبعمل كده من غير ما أحس، وإن إيدي أكنها مش ملكي في لف السلك حوالين رقبتها. وبعدها حضنتها وأنا بصرخ. بس بعد ما خلصت عليهم هما الاتنين قربت من الموبايل وأنا سامع صوت صادر منه. المكالمة كل ده ما اتقفلت. حطيت الموبايل على ودني وقلت: لو سمحت، كنت عايز أبلغ عن جريمة قتل حصلت.